الفيلم بيبدأ بالتزامن مع الحرب العالمية التانية مع طفل اسمه أنجز. الطفل ده كان بيحب البحر جدا ولكنه كان بيخاف منه، وكان دايما عنده إحساس إنه لو قرب من المية أو نزلها هيغرق ومحدش وقتها هيلحق ينقذه. وبنشوفه بيجمع القواقع البحرية زي ما كان بيعمل مع والده زمان، وبالصدفة بيلاقي صخرة كبيرة ولكن كان وزنها خفيف وبيقرر انه يحتفظ بيها. بعدها بيروح لمامته اللي اسمها انا علشان يرجعوا مع بعض للبيت، وبيروح للمكان اللي بيخزن فيه القواقع اللي بيجمعها وبيحط الصخرة دي معاهم، لكنه بيلاقي الصخرة بتبتدي تتقشر وبيكون لونها غريب جدا ويكون في مادة لزجة بتنزل منها. في الوقت ده مامته بتندهله وبيسيب الصخرة، ونلاحظ ان الصخرة اتحركت حركة بسيطة. ولما بيجي الليل بيكون الهواء قوي جدا لدرجة انه بيفتح باب المخزن، ولما بينزل انجز المخزن بيلاقي الحجارة وقعت وبتكون مكسورة، ويتضح ان هي مش حجارة ولكنها بيضة، وبيحس بحاجة موجودة حواليه بتتحرك وكان في حاجات بتقع، فبيفضل يتتبع الصوت والحاجات اللي بتقع دي لحد ما بيلاقي كائن شكله غريب جدا كان لسه صغير ومستخبي منه. ولما بيحاول انجز انه يقرب ايده منه بيكون الكائن ده خايف وبيحاول يعضه. بعدها انجز بيروح على المطبخ وبيجيب حاجة للكائن الغريب ده علشان ياكلها. فعلا بدأ ياكل وبيحس وقتها بالامان وبيسمح لانجز انه يلمسه، لكن انجز في الوقت ده بياخد باله ان الكائن ده مجروح من ظهره، فبيروح بسرعة وبيجيب شنطة الاسعافات وبيعالج الكائن وبيسيبه في المخزن ويرجع اوضته. واليوم التاني بيصحى على صوت كتيبة جيش كانت موجودة في مدخل بيتهم، وبيخبط عليهم الضابط وكان اسمه توماس، وبيقول لوالدة انجز ان الكتيبة هتفضل موجودة في جنينة البيت حسب الاوامر اللي جاياله، وبيقول لها ان الضباط هيباتوا جوه البيت. وقتها بيروح انجز للمكتبة بتاعت والده وبياخد منها قاموس ويروح للمخزن علشان يطمن على الكائن، وبيلاقيه بياكل في الجزمة بتاعت والده وبيعرف انه جعان، فبيروح المطبخ وبياخد السلة اللي فيها بواقي الاكل علشان ياكله. وقتها بيروح انجز للمكتبة وبيقرر انه يسمي الكائن ده كروز على اسم مؤلف الكتاب اللي كان والده بيفضله، ويفتح انجز القاموس علشان يعرف فصيلة كروزو، لكن مش بيعرف يوصل لحاجة. بعد ما كروزو يخلص اكل بيحاول انجز يلمسه وبيلاقي جلده جاف جدا وبيكون محتاج مية، وبيحط له مية في السلة وكروزو بيبقى سعيد جدا وبيفضل يلعب في المية. ونشوف انجز بيكون ابتدى يهتم بكروز ويتعلق بيه ويلعبوا مع بعض. وفي يوم مامته كانت بتدور عليه علشان عايزه تقول له على حاجه بخصوص والده، وبتنشغل مع لويس عامل النظافه الجديد وبتطلب منه انه ينظف المخزن، وده لانها شاكه ان ابنها بيربي حيوان والمفروض ان ممنوع تربيه الحيوانات في البيت. فعلا لويس بينزل وبينظف المخزن وبيشوفه انجز وهو كان بيرمي الميه اللي كان فيها كروزو ولكنه مش بيكون موجود في الميه، وبيساله انجز هو بيعمل ايه في المخزن، فبيقول له ان والدته امرته انه ينظفه. بعدها انجز يفضل يدور على كروزو لحد بالليل وبنشوفه يكون مستخبي في البيت وبيكون حجمه كبر، ونشوف الكلب بتاع الطباخ كتيبة بيجري وراه لكنه بيكون مربوط في البوتاجاز وبيكسر المطبخ، والطباخ سترانك يحبس الكلب في المخزن. وانجز وهو ماشي في البيت يسمع اخته وهي بتصوت وتخرج من الحمام جري، وبيفهم انجز وقتها ان هي شافت كروزو. بيطلع بسرعه وبيلحق اخته قبل ما تقول لحد، وبيشرح لها الموقف وبيقول لها ان كروزو كائن لطيف جدا ولكنه بيكون مستغرب من حجمه اللي كبر بسرعه. وكريستي اخته بتتفهم وبتوعده ان هي مش هتجيب سيره لحد. ونشوف انا بتروح للويس علشان تديله هدوم زوجها القديمه، وبيشكرها لويس وبيقول لها ان هي تشكر زوجها لما يرجع، لكن انا بتقول للويس انه مش هيرجع علشان هو غرق في سفينه من سنه، وبتقول له ان هي مخبيه على ابنها الخبر ده، وفي وسط الكلام بتقول له ان الحمام عايز يتصلح، وبنشوفه يطلع علشان يصلحه. وبيكون انجز وكريستي جوه الحمام وبيحاولوا يداروا كروزو، بيحاولوا يمنعوا لويس من الدخول لكنهم مش بيعرفوا، وبيدخل وبيشوف كروزو وبيتفاجئ، ولكن بعد ما بيتدارك الموقف وبيهدى بيقول لهم انه شبه حصان البحر وانه كائن اسطوري نادر ومحدش شافه في الحقيقه قبل كده غير اشخاص محدوده جدا. كمان الاسطوره بتقول ان الحيوان ده بيكون ذكر وانثى في نفس الوقت، وان هو مش بيقدر يبيض غير مره واحده وبعدها بيموت، والوقت بيسرقهم في الحمام وانا بتدور عليهم. وقتها بيطلبوا من لويس ان هو يخبي على مامتهم وبيوافق، ولما بتدخل عليهم بيقولوا لها ان هم كانوا بيساعدوا لويس في تصليح الحمام، وبينجحوا ان هم يخبوا كروزو عن مامتهم ومش بتشوفه. ونشوف الجيش بيكون قاعد وعاملين وليمه في البيت، ويخرج انجز من الحمام وبيكون الباب مفتوح وراه، وبيخرج كروزو من الحمام ويشوف الكلب مره تانية ويبتدي يطارده تاني، ويبدا الكلب في تدمير المكان، وكل ده في سبيل انه يقدر يوصل لكروزو وينزل للمكان اللي متجمع فيه ضباط الكتيبه
الكتيبة وبيدخل عليهم وبيجري كروزو تحت السفرة والكلب وراه، لكنه كان بيجري فوق السفرة وبيدمر الدنيا. وكروزو يقدر يخرج من البيت ويهرب من الكلب وبينط في النافورة اللي مليانة سمك ويفضل ياكل فيهم لحد ما الشمس بتطلع. لما بيشوفوا لويس بيلاقي حجمه زاد عن اخر مرة كان شايفه فيها، فبيضطر انه يحطه في العربية ويودوا له البحيرة لان حجمه كبر ومش هينفع يخبيه في البيت بعد كده. وبعد لما انجز ولويس يرجعوا البيت بيلاقوا والدته طلبت من الكابتن توماس انه يدربه مع الجيش والكتيبة، وده علشان يستغل وقته. وانجل بيفضل مشغول في التدريبات ومش بيقدر يروح يطمن على صديقه كروزو اللي بيفضل مستنيه لحد ما انجز يقدر يزوغ من توماس وبيروح البحيرة اللي فيها كروزو وبيفضل مستنيه ولكنه مش بيظهر. وقتها انجز بياخد مركب وبيدخل لنص البحيرة وبيلاقي كروزو خارج له من المية وبيكون حجمه بقى كبير جدا وبيكون طول الوقت بياكل. ونشوف كروزو بيكون عايز يلعب مع انجز زي زمان، فبيركب انجز على ظهره ويمشي بيه في الميه. وبيكون انجز مرعوب جدا لانه كان بيخاف من الميه، لكنه بيتاقلم مع الوضع وبيكون حاسس بالامان مع صديقه كروزو لحد ما بيلاقي انجز ان البحيره مقفوله وبيكون اللي عامل كده الجيش. وبعد ما بيخلصوا لعب كروزو بيرجعه للشط، وقبل ما ينزل كروزو في الاعماق بياخد استرانك باله منه وهو في الميه. بعدها بيرجع انجز البيت وبيقعد يحكي لكريستي ولويس عن اللي حصل وبيكون سعيد جدا. تاني يوم بياخدهم الكابتن توماس علشان يوريهم شغل الجيش اللي على التله وخطه الكتيبه في ضرب الالمان لو قربوا منهم، وبيفرجهم على قوه المدافع وبيجربوا القذائف بتاع المدافع على البحيره اللي فيها كروزو. ونشوف انجز بيكون متضايق جدا وقلقان لانهم ممكن يسيبوا كروزو وكان بيحاول انه يمنعهم لكنه مش بيقدر. وبنشوف الكتيبه بتضرب الصواريخ ونشوف انجز كان بيحاول يوقف ضرب الصواريخ وكان هيتعور، وقتها بتعاقبه والدته وبتحبسه في البيت. ونشوف واحد من سكان المدينة بيكون شاف كروزو وبيكون واقف ومعاه مصور قدام البحيرة ومستني كروزو يظهر مرة تانية، لكنه بيفشل في التصوير وبيضطر انه يفبرك صورة، وكل ده علشان يكسب شهرة. والصور بتنتشر في الجرايد وبيشوفها سترانج وبيقول لزميله ان هو كمان شاف كروزو، وبيقرروا وقتها ان هم يصطادوه علشان يكونوا مشهورين. في نفس الوقت نشوف انجز وهو هربان من البيت وبيكون رايح علشان يطمن على كروزو بعد الضرب اللي حصل في البحيرة، وبيكون معاه لويس وبيوصلوا للبحيرة ويفضل انجز ينادي على صديقه كروزو لحد ما بيطلع له من تحت الميه، لكنه بيحاول يهاجمه لكن لويس بينقذه. بيفهمه لويس ان بعد الضرب اللي حصل كروزو بقى مفترس وبيهاجم اي شخص لانه بيكون خايف انه يؤذيه. وقتها انجز بيكون متضايق علشان خسر محبه صديقه ويرجع للبيت، لكنه بيسمع صوت الكلب بتاع سترانك وبيعرف ان في حد بيدور على كروزو علشان يصطاده. وبنشوف ووكر وسترانك بيدوروا على كروزو عشان يصطادوه وبيهاجموه، ولما ما بيقدروش عليه بيبلغوا المركز ان هما بيتعرضوا للهجوم في البحيرة وبيستنجدوا بيهم. لكن المركب اللي بيكونوا فيها بتتقلب بيهم وكانت قريبة من الشط، وبيكون كروزو هياكل سترانك بعد ما ووكر قدر يرجع للشط ويهرب، لكن انجز بيحاول انه يمنعه من اكله. وبنشوفه بينزل البحر وبيفضل يدخل في المية لحد ما بيغرق. وقتها كروزو بيرمي سترانك بعيد وبيروح بسرعة علشان ينقذ انجز من الغرق، ويقدر لويس انه يفوقه. وبيوصل توماس وانا وبيشوفوا كروزو. وقتها بتتأكد انا ان ابنها ما كانش بيتخيل الحاجات اللي بيقولها او بيكذب. وبنشوف الجيش بدأ يضرب الصواريخ على كروزو بناء عن الاستغاثة اللي جات لهم. وقتها يحاول انجز انه يخلي كروزو يبعد ويركب على ظهره علشان يرشده للطريق اللي هيخرج منه ويهربوا من البحيرة ويبعدوا عن الخطر. وبيكون الجو وقتها عواصف وامطار، ولما بيحاول توماس انه يلغي الاوامر بالضرب مش بيعرف بسبب تأثير الجو على شبكة اللاسلكي. بعدها بيشوفوا نور شبه نور الغواصة وبيفتكر ان هي نور غواصة ألمانية جاية تهاجمهم، لكنها في الحقيقة بتكون راس كروزو. وقتها بيفضلوا يضربوا على كروزو وانجز وبيرفعوا الشبكة اللي كانوا سادين بيها البحيرة اكتر علشان يمنعوا كروزو واللي بيكونوا فاكرينه غواصة من العبور. وتوماس وانا بيكونوا راكبين مركبة ورايحين ناحية انجز علشان ينقذوه. وقتها انجز بيقرر انه يسيب كروزو علشان يقدر ينزل تحت المية ويستخبى، وبيروح لمامته على المركب. وبنشوف كروزو بينزل المية وبيقدر انه ينط اعلى من الشبكة وبينزل عليها وبيدمرها، وبيهرب للبحر المفتوح. ويشوفوا انجز للمرة الاخيرة وبيكون سعيد جدا انه قدر يهرب. ونشوف كروزو بيعمل حركات وكأنه كان بيودع صديقه انجز، وتنتهي القصة. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. اشوفكم في ملخص جديد قريبا. الى اللقاء.